طلعت سفرة أنا ومتابعيني إلى شمال العراق، راح نتريق ونتغدى ونتعشى سوا، وراح نرقص ونغني سوا، وراح نسكن بالفندق سوا، وراح نطلع كل جولاتنا سوا، وراح نعيش أحلى 5 أيام في مدينة السليمانية. اليوم الأول تجمعنا بباب الشركة وصعدنا جنطنا بالباصات. الحمد لله والشكر، لما نسوي إعلان عن شركة سياحية هاي النتيجة. شوفوا عندكم هذاك باص وقدامه باص ثاني، يعني ذني 2. عندكم هذا باص وهذاك الباص الثاني، يعني هم 2. ايش قد صارن 4. واختاريت للمتابعين شركة رحلة الرماحي لأن أسعارهم جدا رمزية. حسوني هاي الباصات تعبر تازة؟ طبعا غير الشركه مجازه. توكلنا على الله وانطلقنا لسليمانية، وبلشت حفلتنا على طول الطريق لحد ما وصلنا مكان استراحة. نزلنا نتريق، ووحدة من العوائل ويانا عزمونا على الريوق مسوين كبة وكباب عروق. بعدها توجهنا لباصاتنا، رغم ان الطريق 7 ساعات لكن الأطفال والعوائل والشباب الكل مستمتعين وما حسينا بالملل لحد ما وصلنا سليمانية. ولأنه عددنا كبير ما كفانا فندق واحد، أخذنا فندقين، وهاي الأطلالة من شباك غرفتي مطلع على مدينة سليمانية كلها. وبعد الاستراحة بالفندق أخذونا جولات ليلية للمولات، مثل أكبر مول بكردستان هو فاميلي مول. واحنا راجعين للفندق بدت فقرة المواهب، سمعونا شعر وأغاني ومواقف مضحكة، وهسه راح أنام لأن باكر عندنا جولة جديدة.